السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة غزلانة شانيل. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم تتمة لتحضيرات رمضان المنزلية اللي غتسهل علينا العبادات في شهر رمضان بإذن الله، باش ما نعيشوش في عشوائية فيه، ويدوز عندنا مزيان ويكون فيه التعلق بالله أكثر وتعظيم لشعائره بمنتهى الثبات والاستقرار. على هاد الشي شفت أنني نقسم التحضيرات إلى 4 أقسام: التنظيفات والتفريزات والعناية الشخصية والمشتريات. أولا قبل كل شي كنشكركم على الدعم ديالكم والمشاهدات ديالكم لفيديوهاتي وقناتي، وما تنساوش تشتركوا اللي باقي ما اشترك في القناة، وديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا غنبداو باول نقطه في التحضيرات، وهي التنظيفات المتعلقه بوضع جدول للتنظيف وترتيب المنزل. وكنبداو بالغرف، ننظفوهم نرتبوهم: الصاله، غرفه الاكل، وخزانه الملابس، والمطبخ اللي خصوصا هو اللي خصنا ننظفوه ونرتبوه مزيان باش يسهل علينا نحضروا فيه الشهيوات بكل سهولة وبدون مضيعة للوقت. وكل وحدة تخصص وقت وتنظف فيه غرفة، ماشي كلشي دقة وحدة، لأن هكا غتعبوا راسكم وتبداو رمضان نتوما عيانين ومتعوبين. وهنا بغيت نشارك معاكم طريقتي في تنظيف البوطاغاز أو الكويزينيير، من أصعب الدهون اللي كتكون فيها، بواحد المكون سحري. دهنتها بالكيتشوب او الصلصه الحمراء ومعها شويه ديال الخل، وخليتها واحد شويه د الوقت على بال ما نظفت اشياء اخرى، ورجعت حكيتها غير شويه وغسلتها بسائل الاواني. وعيون البوطاغاز والحامل حتى هما درت لهم نفس الطريقه وخرجوا كيشعلوا كيف ما كتشوفوا.
من بعد، من الأشياء اللي خاصنا ننظفوها ونجهزوها للاستعمال بكثرة في شهر رمضان هي الآلات والأجهزة الكهربائية والأواني اللي تكون عملية ومميزة لشهر رمضان. نجمعوها في مكان واحد يسهل علينا الحصول عليها عند الحاجة، وكذلك تنظيف الثلاجة وترتيبها وتنظيف الحمام وتجهيز ركن للعبادة في المنزل. ثاني نقطة وهي التفريزات أو التجهيزات المسبقة لشهر رمضان، بغض النظر عن تجميد أو تفريز بعض المواد الصالحة للاحتفاظ بها في المجمد، بحال الربيع وبعض الفواكه واللحوم لاستغلال الوقت، وحتى التوفير في الأسعار اللي كترتفع في شهر رمضان. المهم تكون تحضيرات كتسهل عليك الوقوف في الكوزينة باش توجدي شهيوات بأقل مجهود وبدون مبالغة. تحضير حشوات، بريوات، سيجار مالحين، تحضير معسلات رمضانية، وكنت شاركتها معكم قبل في القناة. غنخلي لكم الروابط في صندوق الوصف، تشوفوهم كيوجدوا في آخر لحظة بكل سهولة وسرعة. من بعد كنوجد حريشات ديال مرسيطة أو النعناع البلدي وفليو، حتى هما كيجيو رائعين. وكذلك عجينة قوالب البيتزا اللي ممكن تحتفظوا بها، ونهار تبغيو تحضروها كتعمروها وكطيب بحال عاد عجنتيها. والأغلبية اللي ضايقينها عندي كتعجبهم وكيطلبوا لي الوصفة. كنوجد حتى المواد المرافقة للمائدة، من الزيتون الأسود البلدي ديال الدار اللي كنشمشوه وكندهنوه بالزيت ونحتفظوا به. كذلك مواد الدهن المرافقة للمسمن والبغرير، وتحضير الزيوت المنسمة لتنسيم السلطات أو البيتزا أو المشاوي والحشوات، واللي كتلذذ لنا المذاق ديال الطياب. هنا أنا درت 3 ديال القريعات، كل واحد حسب اللي بغى. القرعة الأولى غندير فيها زيت الزيتون وغنسمها بورقة سيدنا موسى أو أوراق الرند، نجمة اليانسون، شوية ديال بسيبيسة، حبة الهيل أو قعقلة، شوية ديال آزير. وكنحتاجوها لتنسيم الطواجن، المشاوي، الدغميرة.
والكمية كتبقى حسب القرعة اللي عندكم وحسب الاستطاعة. القرعة الثانية غندير فيها شوية ديال السكينجبير أو الزنجبيل السودانية، هكا حبوب، أو الحار، شوية ديال الزعتر والثومة طرية، وكنسم بها البيتزات، الحوت، الحشوات. القرعة الثالثة غنسمها بحبوب القزبور والقشرة ديال الحامض مجفف والقشرة ديال البرتقال، شوية ديال الازير والثوم الطري. وكنسمو بها الدجاج، السلطات. كل قرعة كنضيف لها شوية ديال الملح اللي غيحافظ لنا عليها، وملي تقرب تسالي كنضيفو عليها زيت الزيتون، وكتبقى مزيانة وكتطلق الاعشاب المنسمة في الزيت. ندوزو هنايا للنقطة الثالثة وحتى هي مهمة، وخاصنا ما نهملوش راسنا واخا بلا مكياج، ونكونوا على طبيعتنا وجسمنا مرتاح ما متعوبش، والوجه مشرق ماشي شاحب، من خلال العناية الشخصية بالوجه، بالشعر، البشرة، القيام بالرياضة، شرب الماء بكثرة، متفرق على أوقات. ما تنساوش راسكم. نبداو من دابا نقصوا من السكر ويكون الأكل صحي ما أمكن، ونعودوا الجسم ديالنا على هذا الشيء هذا قبل رمضان إن شاء الله. أما النقطة الرابعة والأخيرة وهي المشتريات للحاجيات الأساسية والضرورية، ويكون الشراء بشكل معقلان، ونحدد مكان الشراء، السوق بدل الأسواق التجارية الكبرى، والهري للمواد الغذائية الأخرى، باش نعاونوا الناس اللي كتبيع في السوق. وحتى الخضر والفواكه كتكون عندهم طرية والثمن مناسب، وكل واحد حسب الميزانية ديالو. المهم تعتمدي طريقة التوفير والتدبير، نرتبوها في منظمات بسيطة. وكذلك الأعشاب اللي كنسمو بها أتاي، أو ممكن نحضروها وحدها كمشروب في شهر رمضان. وما تنساوش أن شهر رمضان هو شهر العبادة بالدرجة الأولى، فالتحضيرات الروحية أيضا مهمة. اللي باقي ما شافت الفيديو ديال التحضيرات الروحية، غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف. مهم جدا تشوفوه، غيساعدكم بزاف باش تستعدوا لرمضان بإذن الله. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه،
والله يبلغنا شهر رمضان ونحن بصحة ونعمة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.